السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. طبقنا لليوم لطيف ومحبب لدى الجميع. حنحضر مع بعض ستيك اللحم، ستيك طري غرقان بصوص الكريمة مع المشروم. أكيد كلكم جربتوه بالمطاعم، لكن حابين تجربوه بالبيت. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو أول مرة بتدخلوا قناتي يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. ويلا نبدأ، نسمي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. حنحتاج بوصفتنا لشرائح اللحم البقري الطري الستيك. حتطلبوا من الجزار أو من اللحام يقطع لكم إياه شرائح بهالشكل. وطبعا هون سماكة الشرائح حتكون ما بين 1.5 ل2 سنتي. صففت شرائح الستيك على طاولة العمل وحابدأ بتتبيلتهم. بداية حنعطي هيك رشة من الملح، بإضافة رشة من الفلفل الأسود ورشة من الفلفل الأبيض، وممكن تضيفوا له الريحان أو الأوريغانو، ما بيمنع، حسب رغبتكم وحسب أذواقكم، ولكن أنا اكتفيت هون بالفلفل الأبيض والفلفل الأسود. حنقلب هلأ الشرائح على الميلة التانية، وبنفس الطريقة حنتبلهم. رشة الملح مع رشة الفلفل الأسود مع رشة الفلفل الأبيض. انتهيت من تتبيلة اللحم، وهلأ حنبدأ نرقق هالشرائح. بداية منغطيهن بالستريتش النايلون الغذائي وبالمطرقة الخاصة بالترقيق الشرائح. حأعطيهن هيك طرقات بسيطة لحتى خفف من سماكتهم. إذا كنتوا بتحبوهن مستويين من جوا 100%، لكن إذا حبيتوا يكون استواءهن أقل من الاستواء الكامل فما في داعي لتطرقوهن وبتقلوهن مثل ما هنن. نحنا هيك بنحبهم رقاق ومستويين من جوا. طبعا هون درجة الاستواء بترجع لإلكن، فيكن تتحكموا فيها مثل ما بدكن. وبالمقلاية اللي صاجة سميك واللي بتحفظ حرارة، وأنا عندي هاي المقلاية طبعا خاصة للستيك، سميكة صاجة سميك وبتحفظ حرارة كتير منيح. وعلى نار عالية بنحط معلقتين زبدة كبار، وإذا حبيتوا تضيفوا لهم كمان زيت زيتون، أو إذا حبيتوا بزيت النباتي كمان ما بيمنع. بنصفف الشرائح بهالشكل وبنفردهن براحتهم، وأول ما بياخدوا لون عندي من الميلة الأولى بنقلبهن للميلة الثانية. طبعا هون مثل ما حكينا لنحافظ على طراوتهم من جوا، ولحتى ما يطلعوا ناشفين ويفقدوا كل السوائل الموجودة داخلهم. هيك نحنا بنكون حافظنا على طراوتهم. تكون النار عالية، وبهيك ما حياخدوا معكم 2 ل3 دقايق. وحنكمل بقية الشرائح. طبعا هون إذا حسيتوا كمية الدهون قليلة فيكن تضيفوا لها كمان معلقتين من الزبدة وزيت الزيتون، وبتصففوا الشرائح بهالشكل. وبهيك بنكون انتهينا من قلي الشرائح اللحم، ونقلتهم مباشرة على جاط التقديم. وهلأ وصلنا للنهاية. حنحضر مع بعض صوص الكريمة بالمشروم بكوسريلا. على النار دوبت معلقتين كبار من الزبدة البقري، وطبعا إذا حبيتوا بزيت النباتي ما بيمنع، على راحتكم. وحضيف عليها إما بصلة مقطعة ناعم، أو معلقتين صغار من البصل المجفف. أنا حطيت بصل مجفف وحضيف عليه، قلبته تقليبة بسيطة طبعا، وضفت عليه المشروم الفريش المقطع. فيكن تحطوا المشروم المعلب، لكن المشروم الفريش بيعطي طعمة خطيرة، فبنصحكم فيه أفضل من المعلب بكتير.
عطيته تقليبة بسيطة، ولحتى يدبل شوي حنضيف عليه كاسة من المي ونغطيه. طبعا هيك لنتركه شوي على النار لحتى يدبل، وحنضيف عليه رشة من الملح بإضافة لرشة من الفلفل الأبيض. طبعا هون فيكن تحطوا له معلقتين طحين، لكن أنا اكتفيت بالكريمة، حطيت له كاسة كريمة فقط. فيكن تحطوا له إذا بدكن الصلصة سميكة فيكن تحطوا له معلقتين طحين. حركته قلبته شوي غلوة واحدة وطفيت عليه، وبهيك صارت وصفتنا جاهزة. أنا ما بدي أحكي لكم عن الروايح الطيبة وعن الطعم، لسه خطير. وهون الدنيا كانت صارت ليل، والإضاءة عندي على أحمر، فطلعت الصورة أو طلع الستيك هون غامق، فبجد ظلمناه بهالتصوير بالليل، ولكن فعلا ولا أروع من هيك. بالإضافة للسلطة الإيطالية، بالإضافة للسرفيس اللي معه، جد ولا أخطر من هيك أكلة. هاي الستيك بدون صوص الكريمة، شوفوا على طراوته وعلى نضجه من جوا، جد ولا أروع من هيك. وإذا حبيتوا تضيفوا له هيك عصرة ليمون مع المايونيز، ويا عين. وهي مع صوص الكريمة مع المشروم، بجد ولا أروع من هيك. شو رأيكم بوصفتي يا غوالي؟ إن شاء الله تكون عجبتكم لليوم ونالت رضاكم. جربوها ولازم تجربوها، واكتبوا لي شو رأيكم بالكومنت.